دكتور عبد الله جورج سعد هيجتمع مع الكابتن ابراهيم يوسف والكابتن حازم امام والكابتن حسن شحاته المفروض يوم الاربعاء او الخميس عشان يتفقوا على الصفقات الجديده. كابتن حسن شحاته يعني شويه كان جاي من الكويت، شويه عنده بعض المشاكل الصحيه البسيطه، فيعني هو ملتزم الفراش بقاله يومين من ساعه ما رجع من الكويت وتعبان شويه، لكن يعني ان شاء الله خلال يوم او يومين هيكون موجود وهيكون هيجتمع مع المسؤولين في نادي الزمالك عشان يعني يوضب الامور في الفتره الجايه سواء معسكر الفريق، وهو كابتن حسن بيفضل اللي هو يكون في حته اوروبيه او بلد اوروبي عشان الحراره هناك بتبقى يعني مش زي مصر، الجو بيبقى حر هنا جدا. وهيتفقوا بقى على الصفقات الجديده في خلال يومين ثلاثه ان شاء الله. كابتن حسن شحاته هيكون موجود مع دكتور عبد الله جورج سعد والكابتن حازم امام والكابتن ابراهيم يوسف. يعني معايا خبر على جنش بيقول ده من خلال جنش، بيقول ان هو بيرفض العوده لتدريبات الزمالك قبل تعديل عقده. الله اعلم الكلام ده يعني بالنسبه لجنش. حاول حد يجيب لي اسلام لو سمحت، حاول تجيب لي جنش على التليفون عشان نشوف القصه دي. يعني جنش بيقول اللي هو بيرفض العوده لتدريبات نادي الزمالك قبل تعديل عقده، اللي هو كان واخد وعد من الجهاز الفني قبل كده والاداره ان هو يعدل عقده. الزمالك يقر بأحقية هاني سعيد ووجيه عبد العظيم في 1,173,000 جنيه. كان في بعض اللاعبين اللي مشوا من نادي الزمالك وليهم بعض المستحقات وكانوا رفعوا شكوى ضد نادي الزمالك في لجنة شؤون اللاعبين، واللجنة حكمت لهم فعلا 900,000 جنيه لصالح هاني سعيد و273,000 جنيه لصالح وجيه عبد العظيم. ونادي الزمالك طلب من اداره من اتحاد الكوره خصم المبالغ دي اللي هي على نادي الزمالك لصالح هاني سعيد وعبد الوجيه عبد العظيم من مستحقات نادي الزمالك من خلال البث الفضائي. يعني الزمالك ليه بعض المستحقات في اتحاد الكوره من موضوع البث الفضائي، والزمالك طلب خصم مستحقات اللعيبه اللي عليه من موضوع البث الفضائي. سعيد لطفي منسق قطاع الناشئين ويعني احد وكلاء اللاعبين بيقول هو عنده عرض، واحنا قلنا الخبر ده امبارح، عرض من احد الانديه الرومانيه لشيكابالا. وسعيد لطفي بيقول المفاوضات مع الاداره وان شيكابالا ما رفضش العرض، ان في بعض الكلام الفتره اللي فاتت ان شيكابالا رفض العرض والكلام ده، بيقول ده غير صحيح. شيكابالا ما رفضش العرض، والمفاوضات دلوقتي مع الاداره من جهه ومع اللاعب من جهه اخرى. علاء علي لاعب نادي الزمالك بيرحب بالانتقال لنادي الجونه بسبب كابتن انور سلامه. بيقول اللي هو يعني كابتن انور سلامه كان متمسك بضمه في الموسم اللي فات، فعلاء بيرحب بالجونه رغم ان جاله عرض تاني من نادي امبي. نتمنى لعلاء التوفيق لو ما كملش مع نادي الزمالك.